السلام عليكم، اهلا مرحبا الزول في الاول. الوفاق الصيفي اذا يعلن رسميا عن تعاقده مع المدرب الالماني أنطوان نهاي. طبعا بعد نجاح تجربة شبيبة القبائل مع المدرب الألماني زيمباور، يبدو أن التفكير في المدرسة الألمانية أضحى تفكير الكثير من النوادي، والبداية بالوفاق الصيفي. الوفاق الصيفي الذي في نهاية المطاف قرر التعاقد مع هذا المدرب بعدما كان الكلام في فترة ما عن عودة خير الدين مضوي إلى بيت الوفاق الصيفي. في نهاية المطاف الخيار كان خيارا أجنبيا ألمانيا. الوفاق أيضا أعلن رسميا عن عدم تجديد عقود كل من شيخ عبد المؤمن، نوري أمير، ديارة موريبيا، شعب إدريس، مهر عبد الرزاق، كما قال في بيان له بأن اللاعبين المعنيين بفسخ العقود إلى حد الآن يتعلق الأمر بأولادابو أوغوستين وكوسي رودريغ. طبعا هذين اللاعبين تم فسخ عقدهما، أما الخماسي الذي ذكرته فهو أما الخماسي أقول الذي ذكرته فقد تم فسخ عقده بصفة رسمية. في انتظار الاستخدامات التي ينتظرها الجمهور الصيفي بشغف كبير، إذا المدرب الألماني سيقود العرض الفنية الصيفية رسميا. بالتوفيق للنسر الصيفي.